السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. أنا النهاردة جاية لكم فيديو إن شاء الله في المطبخ أكيد. مؤمن طبعا وريتال زومبا ولذيذة يساعدوني إن شاء الله في الفيديو ده. احنا هنعمل عشاء. العشاء ده عبارة عن ايه؟ امبارح كانوا حابين يجيبوا قوي كريبات بطاطس. ف وعجبهم قوي الطعم، وكريب بالبطاطس بالتوميه. فانا النهارده قلت ايه، اجرب بقى ان انا اللي اعمل الكلام دوت واوفر على نفسي. الكريبايه الواحده بطاطس داخله في 30 جنيه. طب ليه يعني ايه؟ احنا نعمله هنا وهيبقى سهل جدا وموفر. تابعوني في لاخر الفيديو وهتعرفوا تفاصيل كل حاجه وبتكتها. اول حاجه انا هعملها هنا ايه؟ ان شاء الله هعمل كاتشب. دي طماطم عندي كانت في التلاجة، هبدأ اغسلها واقطعها، وهقطعها كويس جدا واضربها في الخلاط. تابعوني لنهاية الفيديو. وادينا اهو قطعنا الطماطم، غسلناها كويس وقطعناها كويس. حتت تكون بقدر الامكان صغيره، ولو طريه معاكي ده هيبقى زي الفل قوي، حاجه هتساعدنا جدا في عمل الكاتشب. دلوقتي هنضربها في الخلاط. دلوقتي انا كده حطيته في الخلاط. الكميه دي قد ايه؟ لتر ونص. الكميه دي قد ايه؟ لتر ونص. طيب هحطها، اقطعها قطع صغيره وهنحطها في الخلاط. يا دوبك الميه اللي هتتحط حاجه بسيطه تمشي الخلاط، حاجه بسيطه، مش عايزين فيها ميه كتير عشان ما نقعدش نغلي فيها كتير على النار. تمام. هضربه وارجع لكم. دلوقتي انا ضربت اهوت، هبدا اصفيه في الحله اللي انا هستخدمها دلوقتي. لازم يتصفى. طب اصفيه ليه؟ علشان انا اشيل منه البذور والقشره بتاعته. اديني اهو اصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة انا ماسكه بايد وبصور بايد تانية. بناني اصفيه كويس وارجع لكم تاني. وادي كده انا صفيته تماما تماما تماما. ماشي. هي نقطه القشره الصغننه دي وقعت في الاخر غصب عني. دلوقتي هولع عليه النار على هادي لحد ما ايه تغلي، او على العالي لحد ما تبدا تغلي قوي. هنا كده بدات تغلي اهي زي ما انتم شايفين. واحده واحده كده هدي النار، ولحد ما هي تبدا ان هي ايه، تقلل من الميه بتاعتها وتتقل سيكه سيكه كده شويه شويه. بفضل اقلب فيها لحد ما ابصوا بدأت ان هي كده ايه تتقل اهي معايا. ماشي. خدي بالك بس تهدي النار عليها عشان ما يحصلش حرق اللي هو حصل عندي ده كده بالظبط. ادي معلقه ملح، ودي معلقه توم بودر، بصل بودر، وممكن تحطي فلفل اسود. انا حطيت شويه بابريكا، ولو عندك كمان قرنفل ممكن تحطي فص قرنفل. ودي قد ايه؟ نص كوبايه سكر. نص كوبايه سكر ونص كوبايه خل. وتقلبي كويس جدا 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 كل المخلوط ده مع بعض. اضافي كمان معلقتين صلصه اللي هي العلب معلبه. العلب الصلصه بيجيبوها ديت من السوبر ماركت، دي ممكن تاخدي منها معلقتين، هتديك قوام ومزازه اكتر وطعم هيبقى حلو، يعني هيدي طعم احلى. في الاخر بقى اخر حاجه هناخد معلقه النشا، معلقه نشا على معلقتين ميه او ربع كوبايه الميه. معلقتين نشا صغننين على ربع كوبايه الميه. ماشي. وتبداي تحطيها كده ايه على النسيج دوت او المخلوط، مخلوط الكاتشب يعني. وتقعدي تقلبيه اول ما تحسي ان هي خلاص بدات يعني تبقى سيكه كده زي المهلبيه. بتبداي تعملي لها اختبار. بتحطي نقطه على طبق كده وتشوفي لو نزل منه ميه يبقى كده انت لسه عايز يفضل على النار شويه. لو منزلش منه ميه يبقى كده انت ايه تمام التمام. دلوقتي انا هوريكم الاختبار اهو. هجيب معلقه واحط ايه على الطبق اهو. بصوا بقى هاجي ايه اقلبه كده. نزل معاكي ميه؟ لا يبقى كده تمام، يبقى انا كده ايه زي الفل. بصوا حتى المخلوط او الصلصه نفسها بتنزل كلها عامله زي الكاتشب. وادي البطاطس بتاعتنا اهي بقت زي الفل، بنحمر فيها او بالطلعه اهي لحد ما ايه اجهز الطوميه. الطوميه بقى بص انا كان مش عندي شويه غير شويه النشا دول، فقلت اعمل بيهم مش مشكله. وديت قد ايه؟ ربع كوبايه نشا وتلات ارباع كوبايه ميه، واقلبهم على النار تمام لحد ما يدينا ايه النسيج بتاعنا اللي هو زي المهلبيه بالظبط.
تمام. يبقى انا حطيت قد ايه؟ حطيت ربع كوبايه من النشا، 3/4 كوبايه ميه، واقلبهم كويس جدا جدا على النار لحد ما ايه يتماسكوا ويبقى مهلبيه. دي ايه؟ دي التوميه. تمام. بدأت ان هي تتكتل معاكي، فتقعدي تقلبي فيها لحد ما يوصل بالشكل ده معاكي كده. تطفئيه على النار. تمام. وتبدأي تحطيها في ايه؟ في طبق خارجي. عايزه لو هي كميه كبيره تحطي في الخلاط. لو عايزه ان انتي اسمه دوت، لو كميه قليله زي ما انا عامله كده، حطيها في طبق زي دوت. تحطي عليها فصين توم. فصين توم، خدي بالك لان الكميه اللي انا عاملاها دي قليله. معلقتين زيت او معلقه ونص، ودي معلقتين خل. تمام. انا بحط كده بمعياري انا، بس كنت بصور انا اللي بصور وبحط. ومعلقتين ايه؟ لبن. تمام. عندي بقى الهاند بلندر، وبدأت ان انا ايه اهرسها واقلبها كلها كويس جدا مع بعض. طبعا انا في اول ضربة دي انا نسيت الملح، ما حطيتهوش، فوقفت وبدأت ان انا احط ايه معلقة ملح من هي الصغنطوطة دي، يعني نص معلقة ملح او اقل كمان. الناس ما بتحبش الايه الملح الزيادة، ممكن تكوني ربع معلقة ملح شاي. وتبدأي تضربي لحد ما يوصل معاكي القوام ده. جيت بقى قلت اما اعمل الكريب، حطينا هنا ايه في الخلاط؟ كوبايتين لبن، بيضتين، رشة فانيليا، كوبايتين دقيق، ملح، فلفل اسود، ومعلقة سكر كبيرة. تمام. كل ده هنضربه في الخلاط كويس جدا جدا جدا، وابدا اعمله في الطاسه الكريب بتاعي. تمام. المهم ان لازم تضربيه كويس جدا الكريب دوت، عشان لازم يكون مضروب كويس، ما يبقاش فيه تكتلات. ولو حصل فيه تكتلات ابدأي اضربيه في صفيه. دلوقتي انا بدأت اهو زي ما انتم شايفين، بدأت احطه في الطاسة واسويه حبة حبة كده وعلى الهادي، واروح ايه بالسباتولا كده وايه، وابدأ ان انا ايه اطلعه بالحروف كده لحد ما احس ان هو ايه استوى. ابدأ اطلع واروح قلبيه على وشه. تمام كده وهكذا. هو ده المفروض ان انا كنت عملته في طاسة اكبر، بس ما امكنش. ودي كانت هي دي الكمية اللي انا عملتها. ماشي. وهبدأ ان انا ايه الفه، اعمله كسندوتشات، سندوتشات اللي هو ايه بيقولك ايه، سندوتشات السوري يعني. بس فجبت اكبر واحده اللي انا كنت عاملاها في الطاسه الكبيره، وما كملتش بقى فيها لان هي كانت معرفتش اكمل فيها. دي كانت اكبر واحده. فانا هبدا دلوقتي اعمله كساندوتش، ساندوتش سوري. فبدات اجيب من الطوميه وهو فردها شويه حبه كده صغننين فيها، وابدا اروح حاطه ايه عليها البطاطس. اتكتري خدي بالك عشان ايه، انتوا عارفين الطوميه دي عباره عن إيه؟ نكهه التوم، توم شديد يعني، طعم التوم شديد. ادي البطاطس. طبعا انت بقى لو عندك مخللات، لو عندك طماطم، لو عندك خيار مخلل، اي حاجه ممكن تحطيها تضيفيها بقى. رحت انا حاطه بقى الكاتشب اللي انا عملته. انا عشان مش بحب المخللات فمش عندي، فمش بحب ان يبقى عندي مخللات كتير. وبدات ان انا ابرمه بالشكل ده، وهي زي الساندوتش بالظبط. واروح بعد كده ابرمه، بس برمه كويس يعني، لازم يكون ماسك نفسه قوي. ماشي. واروح احطه على الطاسه تكون سخنه جدا، تبدا ان هي ايه تنشفهولي يعني. ابدا ان انا اهو هحطه في الطاسه، احط شعره زيت طبعا عشان ايه برضو ما ايه ما يلزقش فيها. هبدا كده اضغط بايدي لحد ما احس ان هي بدات تنشف من تحت تماما. هروح ايه قلباها على وشها برضو تنشف كده، مش تنشف يعني، بس ايه تحميصه كده، تدي ايه لون كده وتحميصه اللي هو يمسك نفسه. المفروض بعد كده بقى انه بيتلف في ايه في ورق زي ما انتوا بتشوفوا كده بره، ويتحط في الجراب كده كرتون او ورق. طبعا الكلام ده مش عندي، ف انا يا دوبك احطه في الطبق واقول لمؤمن بالف انا والصحه يا مؤمن. بس خدي بالك النار تكون هاديه وانت بتسوي الكريب. لكن دلوقتي خليها عاليه، وخدي بالك برضو عشان ما يتحرقش منك. وادي كده ايه انا قلبته في الطبق. هبدا اقطعه واوريلكم من جوه بقى عامل ازاي. مؤمن طبعا
كانش مستحمل ولا ارتال، يعني هما جايين اتأخرت جدا عليهم طبعا في عمل الحاجة دي. بس اهو خلصت والحمد لله، وده كده نهاية الفيديو. يا رب يكون استمتعتوا بيه. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، ويعني الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان لما اعمل اي فيديو يوصل لكم. ودعموني بكلمة حلوة كده، احس فيها ان انا فعلا بعمل حاجة تفيدكم، يعني قبل ما تكون دي قناة وانا استفاد منها وانتوا تستفيدوا قبل اي شيء منها. على الاقل يعني في تفاعل كده، اي كومنت حلو، اي كلمة حلوة. طبعا مؤمن بيهزر، كل ما فيديو يعمل فيه الحوار ده حلو قوي، اصل مش عارفة في